الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من يعرف عقيدتك. قال: بيان خلق القلم الذي كتب الله عز وجل به مقادير الخلائق. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. وجاء في سنن الإمام أبي داود رحمه الله عن أبي حفصة قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ومن هذه الأدلة وغيرها استدل أهل السنة والجماعة على الإيمان بالقلم الأول، حتى أن بعض أهل العلم يرى أن القلم خلقه الله عز وجل قبل العرش، والتحقيق أن العرش هو أول المخلوقات كما تقدم معنا بيان ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. فهذا الحديث دل على أن وجود العرش وخلق العرش كان سابقا لهذه الكتابة. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سراق بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم يفهمه فسألت ما قال فقال: اعملوا فكل ميسر. بمعنى أن التقدير الأول قد كتبه الله عز وجل على عباده في كتاب. قال عز وجل: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فجميع ما يقع في هذا العالم العلوي والسفلي فهو مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فمن هنا تعلم أن الله عز وجل قد قدر ما يكون في هذا العالم من خير وشر ومن نفع وضر. بيان أنواع الأقلام التي تكتب بها مقادير الخلائق. أقسام الأقلام التي تكتب بها مقادير الخلائق عند أهل العلم على الآتي: القلم الأول وهو القلم الشامل العام، وهو القلم الذي أقسم الله عز وجل به، وهو الذي كتب به ما في اللوح المحفوظ. القلم الثاني القلم البشري، وهو القلم الذي يختص ببني آدم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. القلم الثالث القلم العمري، وهو القلم الذي يتعلق بتقدير ما يقع للإنسان في عمره، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. القلم الرابع قلم التكليف، وهو القلم الذي يتعلق بكتابة الحسنات والسيئات على كل مكلف من الإنس والجن بعد البلوغ، كما جاء في سنن أبي داود رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ عن المجنون، وعن الصبي حتى يكبر. القسم الخامس القلم السنوي. قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فهذا القلم يكتب به ما يتعلق بالإنسان، أو كأنه للإنسان، نعم، في سنته وفي عامه. القلم السادس القلم اليومي. قال الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وفي المعراج عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأبا حب الأنصاري رضي الله عنهما كان يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات الأقلام وهي تكتب ليلة المعراج ما سيكون من تقدير الله عز وجل وما سيكون في ملك الله عز وجل. وهذا التقسيم نفسه قد تقوله في باب القدر: التقدير الشامل والتقدير البشري والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. الشاهد أننا نؤمن بالقلم وبما خطه في اللوح المحفوظ مما يكون إلى قيام الساعة. بالنسبة للقرآن، قال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لا يمنع أن يكون قد كتب، فهو من علم الله، والله قد كتب علمه إلى قيام الساعة، لكن ليس معنى ذلك أنه تكلم بالقرآن حين الكتابة، إنما كان كلامه بالقرآن حين أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، يسمع منه جبريل عليه السلام ثم ينزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في هذه المسألة، والله المستعان.